في قلوب بتستنى مش بس يوم ولا 2، بتستنى العمر كله. بتعدي سنين وبتتهد الأحلام، لكن في قلبها شمعة منورة بتقول هيجي. في مكان بسيط على أطراف مدينة المنصورة، جوه دار مسنين قديم اسمه بيت الرحمة، كانت فيه ست اسمها نعيمة. ست قلبها متعلق بوعد، ووعدها مش عادي، ده وعد لأغلى ما في حياتها. القصة دي مش عن الموت، دي عن الانتظار، عن الحب اللي ما بيموتش، وعن ست فضلت مستنية لحد ما جه. قبل ما نبدأ حكايتنا مننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم حكاياتنا اللي جاية. يلا بينا نبدأ. في قلوب بتفضل مستنية مهما الزمن خبط فيها وطال. في جناح جانبي من دار مسنين قديم اسمه بيت الرحمة على أطراف مدينة المنصورة، في أوضة ريحتها ريحة الماضي، وجدرانها شايلة حكايات محدش بيفكر يسمعها دلوقتي. عايشة فيها الحاجة نعيمة، ست عندها 87 سنة، شعرها أبيض زي رغوة البحر، وعينيها فيها لمعة عسلية كأنها لسه في التلاتينات. كل صباح أول ما الشمس تظهر على الإزاز اللي عليه تراب وشبورة، بتفتح عينيها على نفس السؤال: النهاردة إيه يا بنتي؟ التمريض هناك اتعودوا خلاص، ما بقوش يبصوا في النتيجة، بقوا يبتسموا ويقولوا النهاردة يوم جديد وشكله جميل يا حاجة نعيمة، النهاردة هنستناه سوا. وساعتها بتبتسم ابتسامة فيها وجع بس برضو فيها أمل، لأن قلبها اللي اتكسر من كتر السنين بيعيش على فكرة واحدة: الزيارة. بتغسل وشها وتحط شوية برفان قديم ريحته شبه الأيام اللي راحت، وتفتح علبة كرتون قديمة تحت سريرها فيها فستان سماوي لبسته من 20 سنة، بتلمسه كأنه كنز وتلبسه بإيدين بتتهز، مش بتعرف تقفل الزراير بس دايما في ممرضة بتساعدها. تمسك العصاية وتتمشى ببطء في الممر لحد ما توصل للجنينة الصغيرة، تقعد على نفس الكرسي الخشب اللي تحت شجرة التين اللي زرعوها يوم ما دخلت الدار، وتستنى. كل يوم بتستنى. ابني وعدني انه راجع، كان مسافر يشتغل بره، قال لي اول ما يظبط حاله هيرجع لي، وانا مصدقاه دايما، عمره ما كذب عليا. في الاول الناس كانت بتسأل، بعد كده بطلوا، بقوا بس يبصوا لها بشفقة. كانوا عارفين ان اللي فاضل ليها في الحياة شوية امل. اللي هي مش عارفاه ان ابنها مازن مات من 10 سنين في حادث على الطريق الصحراوي، كان رايح المطار وجواز سفره في ايده. اخر رسالة صوتية ليه ما كانش وصلت: يا امي استنيني شوية واكلمك، انا قربت. الاسرة خبت عنها الخبر، كانوا شايفين ان الصدمة ممكن تموتها، فسابوها تعيش في وهم اجمل من الحقيقة. الممرضين بقوا يألفوا حكايات علشان يطمنوها: العربية الحمراء اللي جت النهاردة شبه بتاعة ابنك، شفت شاب طويل واقف بره حسيت انه هو. وهي تضحك وتظبط الفستان وتستنى، بس بالليل لما البوابة بتتقفل عينيها تتملي دموع وتقول لنفسها يمكن عنده شغل، أكيد هيجي بكرة، ده حبيبي. لحد ما في مرة ممرضة جديدة ومتعرفش القصة قالت لها: هو لو مرجعش يا حاجة. ساعتها بصت لها بنظرة وجع كأن الزمن وقف عندها، ومسحت على خاتم جوازها وقالت: أهو هستناه لحد ما أروح. ومن ساعتها مفيش حد جاب سيرة تاني. وفي ليلة هادية الحاج نعيمة ما حبتش تنزل الجنينة، لا لبست الفستان ولا سألت عن اليوم،
بس فضلت تبص من الشباك وساكتة. ولما سألوها قالت بهدوء: شفته في الحلم، قال إنه جاي، بس المرة دي مش بس هيشوفني، المرة دي جاي ياخدني معاه. وتاني يوم نامت ومصحيتش. على الكومودينو جنب السرير كانت في صورة قديمة، هي وابنها وبنت صغيرة في حضنهم، وجنب الصورة جواب مكتوب بخط ايديها: لو جيت وقريت الرسالة دي وملقتنيش ما تزعلش، انا بس سبقتك، هستناك زي ما وعدتني نكون سوا. ومن ساعتها الكرسي اللي تحت شجرة التين فاضي، محدش قدر يشيله. وفي ليالي الصيف لما الهوا يعدي من عند البوابة الكرسي بيتحرك لوحده، كأنه لسه في حد مستني. وفي النهاية الحب الحقيقي ملهوش تاريخ صلاحية، ولا بينتهي بخبر ولا شهادة وفاة. الحاجة نعيمة ما كانتش مجنونة، كانت أم، وعارفة إن اللي بتحبه مش ممكن ينساها. يمكن الناس نسيوا، يمكن الزمن كمل من غيرها، لكن الكرسي اللي تحت شجرة التين لسه بيحكي حكايتها، لسه بيتهز لوحده كل ليلة، لأن في حكايات ما بتخلص بالموت، وفي قلوب بتفضل مستنية حتى بعد ما تسكت الحياة. وبكده تكون خلصت حكايتنا. ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم حكاياتنا اللي جاية. سلام.